أهلا بيكم في قناة أنا وطفلي. إزاي تأهلي ابنك لأول يوم مدرسة؟ تخيلي معايا المشهد، أول يوم مدرسة وابنك ماسك إيدك ومتوتر، وأنت طبعا قلبك وجعك ومش عايزة تسيبيه. اليوم ده بيكون صعب على الأم والطفل مع بعض، بس صدقيني بخطوات بسيطة تقدري تحولي أول يوم مدرسة من مصدر خوف لبداية مغامرة جميلة لطفلك. خليكي معايا لآخر الفيديو علشان هقولك على نصايح مفيدة جدا ليكي. مبدئيا إحنا محتاجين نهيئ الطفل نفسيا قبل المدرسة، يعني قبل المدرسة بأسبوع نحكي لأولادنا قصص عن المدرسة، نخليها قصص حلوة ومشوقة. كمان نشاركه في اختيار شنطته وأقلامه أو كراسته، مجرد المشاركة بتخليه حاسس إن القرار قراره. وممكن كمان تجربي معاه بروفا في البيت، تصحيه بدري ويلبس لبسه وياخد فطاره، ده بيخلي جسمه وعقله يتعود. طب إيه هي النصايح اللي هقولها لطفلي يتعامل بيها أول يوم؟ علميه يعرف نفسه لزمايله، يقول أنا اسمي فلان بابتسامة، وقولي له لو حسيت إنك محرج أو مش عارف تعمل إيه بص حواليك هتلاقي حد شبهك. وفهميه إن لو حد ضايقه ما يردش بالعنف، يروح على طول للميس او المدرس. كمان علميه قيمه المشاركه، لو عندك لونين زياده شارك واحد مع اصحابك. ومهم جدا ان الوداع يكون سريع ومتطوليش، ولا تعملي دراما او تعيطي وانت بتحضنيه، كفايه كلمه انا مستنياك وسلام. وتجنبي انك ترجعي وتبص عليه من الشباك، ده بيزود قلقه. وخليه لما يرجع البيت تسمعي منه، بلاش تساليه عملت ايه النهارده، اساليه اكتر حاجه عجبتك ايه. طب ازاي بقى نخلي المدرسه مكان يحبه؟ اول حاجه كافئيه بحاجه بسيطه جدا اول يوم بعد المدرسه، زي مثلا أكلة بيحبها، وركزي على أي موقف إيجابي بيحكيه حتى لو حاجة بسيطة زي لعبت مع طفل جديد. ومهم جدا تدربيه على كلمات سحرية زي شكرا أو من فضلك ينفع ألعب معاك، وعرفيه إن طبيعي جدا مش كل الأطفال هتلعب معاك من أول مرة، بس مع الوقت هتلاقي أصحابك ومش شرط الصداقة تحصل من أول يوم. وفي النهاية أول يوم مدرسة مش مجرد بداية دراسية، دي بداية شخصية جديدة لطفلك، بداية صداقات وذكريات ومغامرات. وانت دورك إنك تحولي اليوم ده من خوف لذكرى جميلة يعيش بيها طول عمره. وشاركينا في الكومنتات لو فاكرة أول يوم مدرسة ليكي كان عامل إزاي، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.